تعالوا نتكلم النهاردة عن قصة القطار اللي دخل نفق وتم ابتلاعه بواسطة النفق ده. إيطاليا كان فيها شركة بتعمل أو بتصنع الحديد، والشركة دي قررت إن هي تصنع أول قطار ليها، وعلشان كده قررت إنها تعمل رحلة مجانية للأثرياء في إيطاليا والناس اللي عندها مناصب عالية إنهم يروحوا الرحلة دي من خلال القطار أو أول قطار يتم إنتاجه من الشركة دي. المهم ان فعلا الرحلة دي تمت، وكان في القطار 106 شخص، والقطار كان عبارة عن 3 عربيات متصلين ببعض. المهم ان كان المفروض الرحلة هتوصلهم لجبل، والجبل ده فيه في بطنه كده يعني نفق المفروض انهم يعدوا من خلاله علشان يوصلوا للناحية التانية اللي فيها الجبل. المهم فعلا وصلوا وقربوا من النفق، ولكن اول ما قربوا من النفق لقوا ان في ضباب ابيض كتير جدا وفي دخان اسود طالع من النفق، يعني زي ما يكون في حريق جوه النفق. وفجأة انفصلت العربية الاولى اللي بتجر العربيتين التانيين عن القطار، وبدأت ان هي تمشي ومكملة في طريقها، وبرضو العربيتين التانيين كانوا ماشيين وراها ولكن بسرعة اقل. المهم ان كان في شخصين في القطار ده وكانوا مستغربين جدا اللي بيحصل، وايه الضباب ده والضباب ده جاي منين، والدخان يعني كان في دخان لونه كده اسود وكمان ضباب او بخار ابيض كده، فكان الموضوع شكله مريب. فقرروا ان هما ينطوا من القطار، وفعلا قدروا ان هما ينطوا من القطار قبل ما يدخل في النفق. وهنا كانت الصدمة ان القطار ده ما طلعش من الناحية التانية من النفق، وده اللي شهد عليه ناس كتير جدا. ناس كانت واقفة بتتفرج على الرحلة الأولى للقطار ده اللي طالع من أشهر شركة للحديد، وكمان الاتنين اللي نطوا من القطار كانوا أحد الشهود على إن القطار ده دخل النفق وما طلعش منه. لما المحققين جم يعاينوا ويشوفوا هل فعلا القطار ده دخل وسألوا الشهود، فعلا الناس قالوا إن القطار دخل من الناحية دي وما طلعش من الناحية التانية، وشاهدوا على اختفاء القطار. وبكده يكون القطار اختفى وهو فيه 104 راكب، ومحدش عارف راحوا فين أو مصيرهم ايه. المهم ان الشخصين دول فضلوا يعانوا طول حياتهم من كوابيس وأرق، وكانوا حاسين ان في حاجة عايزين يحكوها بس مش عارفين ايه هي. تخيلوا كده ان يكون خلاص انتوا راكبين مثلا رحلة، يعني رايحين رحلة ورايحين يعني مكان تتفسحوا كده، وفجأة يحصل شيء وانتوا تنجوا بحياتكم، مقابل ان في 104 شخص تاني لو كان عملوا اللي انتوا عملتوه كان نجوا بحياتهم. المهم ان في تفسيرات يعني كتير طلعت الموضوع ده، اللي قال ان هو دخل في ثقب، واللي قال انه دخل في حلقة زمنية، ولكن في حاجتين حصلوا للقطار ده. واحدة منهم يعني بيقولوا ان القطار ظهر مرة تانية ولكن في القرن ال19. القطار ده تم إنشاؤه أو تم إنتاجه في القرن ال20. إزاي ظهر قبلها ب100 سنة؟ يعني ظهر أصلا قبل ما يتم إنتاج القطار ب100 سنة. ولكن الناس اللي بتقول القصة دي أو المصادر اللي بتقول القصة دي بتقول إن القطار ظهر في القرن ال19 في المكسيك، لما دكتور في مستشفى لقى ان في عائلات كتيرة قوي داخله عليه، عددهم 104 شخص لابسين لبس غريب، بيتكلموا بطريقة غريبة، وكان في واحد منهم ماسك يعني حاجة مكتوب عليها تاريخ للمستقبل، يعني مش التاريخ اللي هم يعني قاعدين فيه. المهم ان هو بيقول ان كانوا الناس دي على ملامحهم كده ملامح غريبة ونظرات غريبة، وانهم فجأة ومرة واحدة اختفوا. ويقال ان الدكتور ده بعد ما ساب الملحوظة او بعد ما ساب الكلام ده وكتبه ان هو كمان اختفى. وانا عن نفسي ما بصدقش النظرية او ما بصدقش الموضوع ده. اما بقى القصة التانية اللي اتقالت على القطار، وهو ان ظهر في 1925 تقريبا، وظهر في بلد جنب اوكرانيا، وشافوا عامل العامل ده بيبقى يعني بيشاور للقطارات ان يعني يعني واقف بيراقب السكة الحديد وكده. فشاف القطار ده وهو ماشي، قطار قديم محدش بيسوق القطار، وكمان الأبواب بتاعته كلها مفتوحة والشبابيك كلها كانت مقفولة، والقطار ما كانش ماشي على السكة الحديد، كان ماشي على الأرض عادي في طريق مستقيم وموقفش أبدا. فالعامل كان فاكر نفسه بيتوهم.
وبرضو زي ما قلتلكم ناس كتير قوي ممكن تقول ان الموضوع ده خرافة او انها يعني حاجة ملهاش اي تفسير، بس في ناس كتير شهدت ان هما فعلا شافوا القطار وهو بيدخل من النفق ده، لحد ما العلماء قرروا ان هما يعني يقولوا ان الموضوع ده مجرد اسطورة، وممكن يكون ليها نسبة من الصحة، ولكن مش في ايدينا دلائل ان احنا نقول ان الموضوع ده صح ولا لأ. والمحققين قرروا ان هم يدخلوا النفق ده ويعملوا فيه ابحاث وكده بعد حادثة القطار على طول، ولكن جت الحرب العالمية التانية وتم تدمير النفق. فالعلماء بقى والمحققين قالك ان دي قضية ملهاش اي تفسير ومفيش اي دلائل، وانها ممكن تكون مجرد اسطورة، واتقفل الموضوع على كده. وبكده نكون خلصنا قصة قطار الزانيتي على اسم الشركة اللي تم إنتاج القطار فيها، وبس كده.